كيف احنا كنا عايشين من غير ما يكون عندنا حارس مرمى يقدر يكسبنا مباريات لما الفريق يكون سيء ويعطي الثقة للمدافعين ويمنع الفريق من الانهيار. ده جارسيا يا جماعة، مع انه نحن تقريبا لسه في نص الموسم والراجل ده ما لعب كل المباريات لانه في فترة ما اتعرض للإصابة، ولكن في المباريات القليلة اللي شارك فيها قدم لنا مباريات تعتبر من اعظم الاداءات الفردية لحارس كرة قدم انا شاهدته لنادي برشلونة. ولكن مباراة الامس كانت من مستوى آخر، كانت من كوكب تاني حرفيا، كانت عبارة عن نادي إسبانيول ضد غارسيا، 11 لاعب ضد لاعب واحد. الراجل ده عمل 6 تصديات من داخل منطقة الجزاء. انت قادر تتخيل معي عزيزي المشاهد؟ قادر تتخيل معي الرقم والمسافة والذكاء وسرعة البديهة والمرونة؟ مباراة الأمس في وجود أي حارس تاني خلاف غارسيا كنا حنشوف خسارة برشلونة بنسبة 1,000,000%، لأن الفريق حرفيا كان نايم في العسل. ودائما المباريات بعد أي توقف بتكون صعبة جدا لأي فريق، ولكن برضو ما لدرجة إنه الحارس يتحمل كل شيء في المباراة، وده خلى فليك يصرح بعد الماتش إنه برشلونة ما كان بيستحق الانتصار. وطبعا في المباريات من النوع ده الدكة مهمة جدا، وبعد عودة المصابين حسينا بأنه فليك على الأقل عنده خيارات في الدكة ممكن تغير مجريات أي مباراة. اتخيل معي الدكة كان فيها بيدري، ليفا، أولمو، فيرمين وبردغجي، وهم اللي غيروا مجريات المباراة. فيرمين اسيستين لأولمو وليفا، وشكرا على كده.